مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. التأكيد على أن التسجيل العقاري يلعب دورا هاما في تعزيز التنمية. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية في الإدارات والمشتريات. توسيع خدمات التعليم ما قبل النظام في أفعبت. عشرات المفقودين بعد غرق قارب في نيجيريا. ترامب يستبعد استعادة أوكرانيا للقرم أو انضمامها للناتو. انطلاق مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. أكد السيد غويتو مولدو رئيس فرع السجل العقاري في إقليم عنسبة أن التسجيل العقاري يلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الآمنة والمستدامة من خلال ضمان حقوق ملكية العقارات واستخدامها. وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية تشجيع الاستثمار وضمان الإدارة البيئية الآمنة وتطوير الزراعة الحديثة وضمان العدالة الاجتماعية بشكل عام وضمان التوزيع العادل للملكية وحقوق المرأة بشكل خاص. وفي معرض إشارته إلى أهمية التسجيل العقاري، قال السيد غويتوم إنه سيمكن المالك من الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى والحد من الفساد المتعلق بالأراضي والممتلكات وتوفير معلومات إحصائية دقيقة وحديثة للمؤسسات الحكومية وتحسين التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية وتمكين الإدارة البيئية الفعالة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها بيئة العمل، أشار إلى أن من بين التحديات الرئيسية محدودية معرفة المجتمع ونقص الوثائق ونقص الموارد البشرية وضعف التغطية في جميع المديريات. وأوضح أن الأدلة المطلوبة لتسجيل الأصول الثابتة تشمل عقد البيع إذا كان بيعا، وحكما قضائيا إذا كان ميراثا، ووثيقة هبة شرعية إذا كانت هبة، ووثيقة قسمة قانونية إذا كانت نصيبا من القسمة. وأخيرا أشار إلى أن من بين الخطط المستقبلية توعية الشعب من خلال تنظيم حملات ومحاضرات متنوعة وتوسيع نطاق الخدمة في جميع المديريات. السجل العقاري هو نظام معلومات عقارية قائم على قطع الأراضي يسجل ملكية أو استخدام الأرض وقيمتها واستخدامها، ويركز بشكل أساسي على إدارة الأراضي. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية وطنية حول الإدارة والممتلكات والخدمات وإدارة الممتلكات وكذلك إدارة الترانزيت، شارك فيها 62 عضوا من جميع أنحاء البلاد. أشرف على الدورة التي استمرت ل10 أيام خبراء في المحاسبة وإدارة الأعمال والمشتريات. شارك في التدريب ممثلون عن الأقاليم الستة بالإضافة إلى المكتب المركزي لوزارة الزراعة والإدارة والمالية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية وقسم الخدمات القانونية والرقابية والمختبر الوطني لصحة الحيوان والنبات. وشكر المتدربون المنظمين والمعلمين على المعرفة المكتسبة الهامة التي ستساعدهم كثيرا في عملهم. وقال وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في كلمته في حفل الختام ب15 من أغسطس إن المشتريات وإدارة الممتلكات من بين الأنشطة الرئيسية والمكونات الأساسية للوزارة. وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز قدرات أعضائها العاملين في هذا المجال لما توليه من أهمية بالغة لهذا القطاع. في الختام تم توزيع الشهادات على المتدربين. عقد لقاء حضره المدراء الإداريين ومسؤولي مكاتب التعليم والأعيان للتشاور حول توسيع خدمات التعليم ما قبل النظام في مديرية أفعبت. وهدف الاجتماع لإنشاء منصة للأطفال الذين لا يحصلون على الفرص بسبب الحياة الرعوية وعدم تجمع القرى وغيرها من الأسباب عبر التشاور، لإضافة فصول مؤقتة من أجل فتح رياض أطفال بالمدارس الحالية في العام الدراسي 2025-2026. بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على ضرورة بذل جهود جادة من جانب جميع الأطراف المعنية من أجل خلق فرص تعليمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 والذين لم يتمكنوا من بدء الدراسة في السن المناسبة بإدخالهم ضمن برنامج عريوت الهادف لمحو الأمية.
وذكر مدير مديرية أفعابة السيد أحمد محمد نور رجب في كلمته بالمناسبة إن برامج إعادة التأهيل ومحو الأمية الذي يعرف بعريوت يحقق تقدما يستحق الثناء، وحث على تعزيز دور ومساهمة كل مواطن بشكل عام والإداريين بشكل خاص، حيث أن المشاركة الواعية من قبل الجميع تعتبر أمرا ضروريا لضمان خدمات ما قبل الدراسة. واقترح المشاركون في النهاية معرفة عدد الأطفال الذين يجب انضمامهم إلى مرحلة ما قبل المدرسة في كل قرية، وإجراء حملات تنوير تركز على التعليم، بالإضافة إلى بذل جهود منسقة لضمان إيصال الخدمات التعليمية للجميع وفي كل مكان. قام أعضاء جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط في النفير الذي نفذوه من 24 من يوليو المنصرم حتى 17 من أغسطس الجاري بإعداد الحفر وغرسها بالأشجار في منطقة بيت قرقيس. وأوضح سكرتير الجمعية السيد إدبار خيلي أن أكثر من 10,000 شجرة غرسها أعضاء الجمعية منذ عام 2021 في مناطق مايد منت وبيت قرقيس وبلزة وعد نفاس، وبلغ نجاح النمو نسبة 80%. ودعا رئيس الجمعية السيد منقس إلى ميكائيل إلى الاستعانة بمراقبين لمنع الأضرار العرضية التي تلحقها المواشي. وكذا مسؤول مكتب سلطة الغابات والحياة البرية سيد أبراهام تخلو على أن الأشجار المغروسة في منطقتي مايدمنت وبيت قرقيس وصولا إلى طريق قلعي بحاجة إلى الحماية والرعاية. وذكر المشاركون بأن حملات النفير التنموي أصبحت كثقافة راسخة منذ فترة طويلة، ويقومون بعمل فعال تحت إشراف المتخصصين الزراعيين. هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج والرياح في مديرية عتك ليزان في 14 من أغسطس، وتسببت في أضرار في المزارع في دقدق وعد قرص وإدارة ضاحية دق محاره. وأفادت المعلومات الواردة بأنها دمرت مزارع البطاطس والفول والذرة الشامية والطماطم والشعير والقمح في مساحة 250 هكتارا. وذكر مسؤول الزراعة أن المحاصيل المتضررة وصلت إلى مرحلة الحصاد. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وكالة الطوارئ النيجيرية أن عناصر الإنقاذ يبحثون عن أكثر من 40 شخصا بعد حادث غرق قارب في ولاية سوكوتو في شمال غربي البلاد. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان أن القارب الذي كان يحمل أكثر من 50 راكبا إلى سوق انقلب، مضيفا أنه تم إنقاذ نحو 10 أشخاص فيما لا يزال أكثر من 40 راكبا في عداد المفقودين. وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية سيئة التنظيم في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، خاصة خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات. كما قضى ما لا يقل عن 13 شخصا في حادث قارب آخر في ولاية النيجر بوسط البلاد قبل ذلك بيومين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا في حال أراد ذلك أو يمكنه مواصلة القتال. وأضاف أنه لا استعادة للقرم التي منحها أوباما قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة، ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات سنوية مشتركة لتعزيز جاهزيتهما الدفاعية المشتركة ضد تهديدات كوريا الشمالية. وتتضمن مناورات أولتشي فريدوم شيلد التي تستمر حتى 28 من أغسطس الجاري تدريبات لمواجهة تهديدات واقعية تهدف إلى تعزيز قدرات الحليفين في جميع المجالات. وستتم تعبئة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي لتدريبات هذا العام بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وفي حين قالت هيئة الأركان المشتركة إن مناورات هذا العام ستعقد على نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي،
فإن نحو نصف التدريبات الميدانية المخطط لها والتي يبلغ عددها نحو 40 سيجري تأجيلها إلى سبتمبر في إطار الجهود الواضحة التي تبذلها كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية. في الختام سأتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. التأكيد على أن التسجيل العقاري يلعب دورا هاما في تعزيز التنمية. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية في الإدارة والمشتريات. توسيع خدمات التعليم ما قبل النظامي في أفعبت. عشرات المفقودين بعد غرق قارب في نيجيريا. ترامب يستبعد استعادة أوكرانيا للقرم أو انضمامها لحلف الناتو. انطلاق مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.